السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم خمسة ديال الطرق اللي كنستعملهم انا باش نحقق ارباح من الانترنت، رغم انني كنقرا في الجامعه، الا انه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وما كياخذوش بزاف ديال المجهود باش تعاون راسك ماديا وتكون يعني انديبوندون، ما تعتمدش على والديك. اول حاجه نبداو بها اللي هي الفريلانسين. اغلبيه الناس ربما يقدروا يكونوا عارفين هذا المجال، ولكن الفريلانسين الاغلبيه كيلقى فيه صعوبه. علاش؟ لانه كيشوف بانه خاصو بزاف ديال الخدمه، هو فريمون خاصو شويه ديال الخدمه، ولكن الا طلعت الكونت ديالك وكان عندك بزاف ديال المبيعات والناس يعني كتكوموندي من عندك، فغادي ان شاء الله تحقق بزاف ديال الارباح من هذه المواقع هذه. ناخذ مثال ديال الفوتو اديتين. الا كنت مزيان يعني تعرف تعدل لي فوتو مزيان، عندك مع فوتوشوب او لا عندك مع المونتاج او لا عندك مع الفويس اوفر، يعني كتعرف تريكوردي هكا بالميكرو، عندك شي ميكروفون مزيان، فننصحك يعني تبدا هذا المجال يعني ما غيحتاجش منك بزاف ديال المجهود. غتكري كونت في الفايفر راه معروف بزاف ديال الناس كيستعملوه. تكري كونت في الفايفر، غادير واحد الكيك دير فيها داكشي اللي نتايا مطرق فيه، دير واحد التصويره اللي تكون اتيري، يعني الناس يشوفوها يدخلوا يكليكيو على الكيك ديالك ويكوموندو من عندك. هادشي اللي كاين. كاين الفايفر وكاين اوبورك حتى هو نفس الخدمه. الا جيت تقول سواء اوبورك يعني بنادم، يعني كاين بوسيبيليتي انه الكاستمر، يعني هذاك السيد اللي راه باغي ديك الخدمه هو يديرها تما، يعني يقول لك انا راني باغي كذا، باغي تريك لي هاد لا فوتو كذا، ملي يكتبها غادي يجي بنادم يعني واحد اللي ما يعرف يريكل ديك الفوتو ولا يعرف يدير ديك الفيديو اديتين، غيمشي يقول له انا راني نقدر ندير لك هذه الخدمه. يعني بحال اللي كتقلب الخدمه وصافي. الفايفر كدير نتا داك الاوردر، كتشوف داكشي، كدير داكشي اللي مطرق فيه، والكاستمر يعني الشاري اللي راه باغي يخدم غيجي هو عندك. دوزيام ميثود اللي كنستعملها واللي هي ديال اللي ساهله فريمون، ما تحتاج بزاف ديال الوقت. الا كان عندك تليفون مزيان فيه الكاميرا مزيان، عندك شي ايفون مجهد ولا عندك شي كاميرا اللي مطرقه شويه، ماشي بزاف ولكن المهم تكون يعني كاليتي ديالها مزيانه، تقدر تاخذ بزاف ديال التصاور هكا مثلا ديال الطبيعه ديال السماء ديال، المهم شي حاجه اللي تكون يعني اتيري، شي حاجه اللي الناس غادي يتيليشارجيوها. من بعد ما غادي تاخذ دوك التصاور تريق لهم شويه بفوتوشوب، الا كانوا يحتاجوا شويه تريق لهم، غادي تمشي تابلوديهم في هذا السيت هذا اللي هو شادر ستاك، راه معروف، بزاف ديال الناس كيستعملوه باش يبيعوا فيه التصاور ديالهم. الاغلبيه ديال المصورين كيستعملوا هذا الويب سايت باش يبيعوا لي فوتو ديالهم. شنو الكونسيبت ديالو؟ هو انك غتابلودي هذوك لي فوتو ديالك، غدير لي كيوردز يعني الكلمات المفتاحيه اللي عندهم علاقه بديك التصويره ولا بديك الفيديو ديالك، ماشي غير تصوير فيديو. يعني الا كنت بحال عندك بيانو ولا انسترومون شي حاجه في الدار كتعرف تخدمها، تقدر دير تابلودي هذوك لي سون اللي كديرهم نتايا، صافي كدير دوك لي كيوردز، الناس غادي يشوفوا يعجبهم ديك لا فوتو ديالك ولا ديك الفيديو ولا ديك الساوند اللي درتو نتايا، غادي تيليشارجيوه غتربح انت واحد البورسونتاج بداك تيليشارجمون. حاجه اخرى انه هذا الويب سايت راه فيه شويه ديال الكومبيتيسيون، يعني بزاف ديال الناس راه كيابلوديو فيه، بزاف ديال الناس خدامين فيه، دونك ميك شور يعني خاصك تكون شويه، الا بغينا نقولوا بين قوسين بروفيسيونال يعني في التصويره ديالك، خاصك تصور اللي يكونوا فريمون مزيانين باش ياتيروا الناس. كاين هذا في الشودر ستاك هو اللي معروف. كاين دريمز تايم حتى هو مزيان، دريمز تايم حتى هو تقدر تابلودي فيه. الا بغيتو نهضر بزاف على هاد الحوايج هادو الفريلانسين ولا هاد الستوك فوتوز ولا بداك الشيء راني جاي غادي نهضر عليه من بعد، ما عليكم الا تخليو لي كومونتير وتهضروا تقولوا لي داك الشيء اللي راكم باغيين نهضر عليه. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نحاول انني نشرح لكم مزيان ونتمنى كل شيء يستافد. تروازيام ميثود اللي كنستعملها حتى انا شخصيا واللي فريمون يعني تقدر تدخل بها بزاف ديال الفلوس، واللي ربما الاغلبيه منكم يقدروا يكونوا عارفينها، وكاين واحد البورسونتاج ديال الناس اللي ما عارفوش كاع شنو هي هذه وما عندهم حتى فكره. هي الكريبتو كورنسي او العملات الرقميه. شنو الكونسيبت ديال هذه العملات الرقميه؟ بون باش نسهلوا المأموريه، مثلا عندك بيتكوين، بيان سور الا كنت تعرف العملات الرقميه راك غادي تعرف البيتكوين. بيتكوين هي واحد العمله رقميه بحال الدولار بحال الدرهم، غير واش هي كتكون في الانترنت، يعني ما تقدرش تتعامل بها هكا برا مع شي واحد ولا كنتعامل بها غير بالانترنت. مثلا خدينا بان مثال نقولوا بان البيتكوين كانت تسوى 200 ولا 20 دولار، 20,000 دولار.
شريتي نتايا بحال مثلا شريتي واحد 100,000، شريتي 100,000 بهذاك البيتكوين، والبيتكوين كانت تسوى في الاول 20,000 دولار، وموراها واحد السيمانه ولا دير 40,000 دولار. الا بعتي بديك الوقيته ديال يعني ديك الوقيته اللي كانت فيها البيتكوين تسوى 40,000 دولار، يعني غتربح واحد البورسونتاج، يعني هذيك 100,000 غتولي 200,000. هذا هو الكونسيبت ديال التعامل بالعملات. يعني نفس هذا الشيء كينطبق على كل شيء العملات الرقميه الاخرين، كتشري في واحد الوقيته وكتبيع في واحد الوقيته. كيتساوي خصك تكون تعرف، يعني تكون تعرف فوقاش تشري وتعرف فوقاش تبيع. بون دوزيام اولا الكاتريام ميثود اللي كنستعملها هنا هي ديال برينت اون ديماند بيزنس. اولا الاغلبيه ديالكم الا كنتو قلبتوا في يوتيوب كيفاش تربح من الانترنت، راكو سيغمون تكونوا تلاقيتوا مع شي واحد يشرح لكم هاد اللعيبه هادي. بون البرينت اون ديماند بيزنس نو الكونسيبت ديالهم هو انهم كيكون عندك شي ديزاين ديالك انت خدمته في فوتوشوب ولا الستريتور، وغتابلوديه لهاد المواقع هادي. ناخذ مثال ديال ريد بابل مثلا انت خدمت واحد الديزاين غتابلوديه لهم، غدير فيه لي كيوردز كلمات المفتاحيه ديال اللي عندهم علاقه بالديزاين ديالك التصميم ديالك، هما غيطبعوا على واحد التريكو ولا شي حاجه، ومن شي واحد باغي يتلاقى في الانترنت باغي يشري يعجبو الديزاين ديالك ويشريه، غتربح انت واحد البورسونتاج. هذا هو الكونسيبت ديال برينت اون ديماند بيزنس. نفس الشيء عاوتاني عندنا تي بابليك حتى هي نفس الكونسيبت بحال تقريبا. يعني هاد لي ديزاين اللي ابلوديتهم في ريد بابل تقدر نفسهم ديرهم في التي بابليك. اخر ميثود هي اليوتيوب. بون اي واحد كيفكر يربح الفلوس من الانترنت ديريكتومون كيفكر في يوتيوب. واليوتيوب انا نقول لكم بانه فريمون تقدر تدخل به بزاف ديال الفلوس، ولكن خاصو الوقت، يعني خاصك الصبر ضروري تصبر. ناخذ مثال ديال هاد لاشين هادي. بون هاد لاشين تحلت في 2020 جوان 2020. في الاول لي فيديو هاهما شحال كانوا لي فيديو 3 1 2 7 26 لي فيديو. فوقاش يلاه بداو لي فيديو يطلعوا من ديسمبر فبراير حتى اكتوبر 2021 يلاه عاد بداو لي فيديو يعني تزادوا بزاف. داكشي اللي بغيت نقول لكم بانه هاد لاشين يعني استغرقت مده باش انه خصوصا في هاد الوقيته مع كومبيتيسيون بزاف والناس بزاف اللي كيكريو لي فيديو، ضروري خاصك تصبر باش تطلع لاشين ديالك. بون نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في هاد الفيديوهات، ان شاء الله هاد الطرق تعاونكم باش نتوما تعاونوا لسانكم وتحققوا داكشي اللي راكم باغيين. ولكن عندكم شي تساؤل غير خليو لي في الكومونت، وان شاء الله نكون في الوقت باش نجاوب على التساؤلات ديالكم. وإلا باغيين شي شروحات اخرى ما عليكم الا تخليو لي في الكومونت. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو